السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه في حلقة جديدة من برنامجكم الكورة في الميزو. الاسبوع الثاني من الكورة المصرية. معانا عمرو علشان مفاجأة اخونا في الاستاد. جالب الحظ السعيد لنادي الزمالك في الاستاد. ان شاء الله هيبقى فيه على مدار فيديو لقطات كده من الاستاد ان شاء الله. لو هو كان صور لنا حاجة ان شاء الله احنا هنعرضها لكم يعني. ويلا بينا نخش على الانترو وقعدة القعدة المحلية ونخش بينا بقى على الاسبوع الثاني من الدوري المصري. ازيكم عاملين ايه في الاسبوع الثاني من الدوري المصري؟ الدوري مولع. مفيش حاجه باينه من اولها يعني. الدوري مولع. انا شايف ان الدوري المصري السنه دي او السيزون دوت كمان الفرق الصغيره اللي طالعه من الدرجه الثانيه شرسه، عامله شغل عالي قوي قوي يعني الصراحه. كهربة الاسماعيليه بنشوفها في الجوله ديت بعد ما كانت خسرانه من بتروجيت 2-0 ترجع كومباك 2-2 في 5 دقايق يعني. في 5 دقايق دي او في دقيقتين كمان يمكن على طول كده تك تك تك. كهربة الاسماعيليه بتروجيت اللي كان بالمناسبه بيلعب في مجموعه الابطال السيزون اللي فات كان بيناطح الاهلي والزمالك وكان عامل خسائر ليهم يعني، وكان ماتش مش سهل. كهربة الاسماعيليه عملت ماتش حلو عليه. وادي دجله الجوله الاولى بتتعادل مع بيراميدز، المقاولين النهارده بيتعادل مع الزمالك. فالفرق الصغيره شغاله كويس يعني، شغاله هي ديت اللي هتحدد شكل الدوري. هي ديت يعني سيبك من كده. الفرق الصغيره هي ديت اللي هتحدد مين هيبقى بطل الدوري. اللي هيعرف يتفادى الفرق الصغيره ويعرف يكسبها هو دوت اللي هيتوج بالبطوله. بنشوف فرقه زي الاتحاد الصراحه ادوار خالص، الوحيد اللي ما جمعش بوينتات السيزون ده لحد دلوقتي. الوحيد الاسماعيلي تقريبا. لا الاسماعيلي تعادل في اول ماتش وخسر من بيراميدز. تعادل 0-0 مع طلائع الجيش تقريبا ولا مش فاكر مع مين يعني. تعادل 0-0 و كان خسر المره اللي فاتت. بس الاتحاد بيخسر مرتين ورا بعض وتهزيق كمان. اول مره كان تهزيق من مصر ومن مودرن فيوتشر يعني. من مودرن فيوتشر 2-1 على ارضك. غريبه الصراحه يعني. حاجه قمه العبث للاتحاد. لا لازم الاتحاد يفوق. انا قلت الحلقه اللي فاتت انا خايف عليكم من الهبوط، بس يعني كنت من اللي شايفه، بس مش عايز اقول كده يعني. بس انتوا لو استمرتوا بالموضوع دوت المنافسه شرسه. صباح الفل. المنافسه شرسه قوي. فالاتحاد الصراحه انا شايفه لو ما ظبطش نفسه وعارف يلحق نفسه في الحبه الحلوين اللي جايين دول. الهبوط هتلغي سنه كده. الهبوط هتلغي نلعب ب 25 فرقه بقى. الهبوط هتلغي تاني. ما بيهبطش يا ابني، انسى. مفيش حاجه اسمها هبوط يا ابني الاتحاد. بس ده يعني ما اعتقد يعني انه مش هيبقى فيه كده. فانت لازم الاتحاد يلحق نفسه عشان اللي حصل السيزون اللي فات دوت مش هيحصل تاني. فالحق نفسك، حاول تمشي نفسك لحد ما يجي يناير اعمل صفقات حلوه علشان تتفادى الموضوع دوت بدري وما تخشش نفسك في الدوامه اللي الاسماعيلي عايش فيها بقاله 3 4 5 مواسم كمان. فالاتحاد احنا اسكندرانيه فايه ما تعديناش في وسط الناس. نيجي بالنسبه لي للحاله الدوري دوت المصري شغال 3-1 الاتحاد 3-0 طلائع الجيش تك 3. ما يميز المصري بالنسبه لي في الماتشين اللي لعبوهم ترجمه الهجمات لجوان، فرص كتير كمان. مش بيهزر. هو مش بيهزر. انا هيجي لي الفرصه الاولى دي جبتها جون، مش خلاص بقى 1-0 بقى ولا لا. في الثاني احط الثالث لو جالي الرابع احط الرابع. ده يعني ديت فرقه عايزه تكسب، عايزه تنافس على البطوله، عايزه اهم حاجه البدايه. عايزه تخش هي داخله الكونفدراليه، فعايزه تبقى ايه الصوره الكونفدراليه اللي ظهرت فيها السيزون اللي فات. فاتحطمت قدام الزمالك او لا اللي قبل اللي فات كان قدام الزمالك. لا او السيزون اللي فات كان في الزمالك مع المجموعات. هي عايزه بقى تكمل لما بعد المجموعات، عايزه توصل، عايزه تنافس بجد. يعني عايزه توصل بعيد شويه، عايزه توصل مثلا سيمي فاينل او فاينل كمان.
المصري الصراحه انا شايفه بيعيش احسن ايام بس فتراته. اهم حاجه تكمل بس على كده. لا هو الصراحه عامل موسم انتقالات ولا شويه لعيبه عنده الصراحه فوق الممتاز. فالمصري السنه دي بيكملوا بقى على كده. بيبني، هو عمال يبني واحده 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 واحده. فانا شايف ان المنافسه كمان مع المصري السنه دي هتبقى صعبه شويه. عاليه قوي قوي قوي. وهي من السيزون اللي فات عاليه. يعني السيزون اللي فات انت بتبص على ماتش مثلا المصري والاهلي فبتلاقي الماتش بيخلص 4-2 بالعافيه بعد ما كان الاهلي خسران ها فخسر 4-2 للاهلي بالعافيه. فانت المصري الصراحه فرقه محترمه قوي 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 الصراحه. الاول على الدوري اول على الدوري 6 بونت، الوحيد اللي جايب 6 بونت، الوحيد اللي كسب الماتشين لحد دلوقتي. بس بتكلم المصري منافسه شرسه جدا 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 وشكلهم حلو قوي قوي في الملعب. ايوه. نيجي بقى على ماتش بيراميدز والاسماعيلي. بيراميدز انا شايف ان بيراميدز هتتاثر. راح هتلعب انتر كونتيننتال، راح هتلعب دوري ابطال افريقيا، راح هتلعب سوبر وعمال يطرد منه لعيبه. البيراميدز والفرق اللي بتبقى لسه جديده اللي ما عندهاش خبره لما بتخش في دوامه كذا بطوله بتسرح بتقع. كل حاجه وقعت منها. فانا شايف ان بيراميدز فول سكواد بس بتشوف اخطاء عبيطه. البيراميدز تشوف طرد في اول شبه ماتش بطولات خلاص. بتشوف طرد لوليد الكارتي برعونه بعنف زياده عن اللزوم في ماتش وادي دجله. تشوف كارت لبلاتي توريه الماتش اللي فات قدام الاسماعيلي. تشوف غلطه ما تطلعش من نادي هاوي، مدافع يلعب بتشيلت مدافع تاني. احمد سامي يلعب بتشيلت علي جبر ولا مش فاكر مين بيلعب عليه والحكم ما خدش باله لحد دقيقه 52. فانت دي من طرفيات كده المصري يعني بتشوف حاجات الصراحه تعكس الوضع اللي في بيراميدز دلوقتي. تعكس الوضع ان هم مشتتين داخلين كذا بطوله عايزين ينافسوا. بيراميدز كمان بالنسبه لي لغز كمان. بيراميدز حامل بطوله دوري ابطال افريقيا بيلعب دور تمهيدي. دي حاجات تبع دوري ابطال افريقيا، حاجات تبع اتحاد افريقيا يعني ما شاء الله عليهم. انا مش فاهم يعني ايه حامل دوري الابطال بيلعب دوري تمهيدي والاهلي ما بيلعبش دوري تمهيدي. الزمالك والمصري في الكونفدراليه ما بيلعبوش دوري تمهيدي. هو هيلعب دوري تمهيدي عشان دوري شركات. ما ليه بقى؟ انا يعني دوت برضه سؤال. يعني انت بتدخل بيراميدز داخله في كذا ماتش بتفكر في كذا حاجه. بيراميدز السنه دي ما دعمتش، ما جابتش لعيب. يعني هو ابرز لعيب مثلا جابوه هو الولد ايفرتون اللي كان الاهلي عايزه بس مش محتاجين يعني، هو فرقتهم كويسه الصراحه. طلعوا اهم لعيب كان عندهم ابراهيم عادل. فيستون مايلي كان في فتره من الفترات طالع ما كانش عايز يكمل في النادي، كان عايز يروح للخليج السعوديه. أيوة. فدوت ممكن برضو الدوري الخليجي هناك لسه فتره الانتقالات واللعيبه لسه فدوت ممكن برضو بيأثر عليه. فانا شايف ان بيراميدز هيبقى نفسها قصير في الدوري دوت السنه دي واضحه عليهم. يعني هي البدايات اول ماتشين 3 كده بتبقى باينه. فانا شايف ان بيراميدز يعني مش هتبقى بنفس وقوه السنه اللي فاتت. بيراميدز لو ما عندهاش مدرب قوي يورتيتش الساعه دوت كمان اخد طرد هو عصبي دقيقتين يا باشا. عصبي سنتين كده خلوا مسكوا كمان طرد. هيلعبوا الماتشين 3 جايين من غير مدرب في ارض الملعب. فانا شايف ان بيراميدز الصراحه هيبقى في دروبات كتيره قوي مع بيراميدز. حاسس ان هم عادي يعني هيرجعوا هم بس هي بدايه صعبه مش اكتر، بس هم هيرجعوا عادي. بس القصه كلها بس في ضغطه الموسم مش اكتر. ما ده اللي بكلمك فيه ان هم لسه كاداره وكجهاز فني وكده ما عندهمش الخبره الكافيه ان هم يلعبوا ويوظفوا كذا لعيب. مع ان في توقفات دوليه، في لاعيبه دوليه هتروح منتخباتها في سيزون كبير وهم ما دعموش بالقدر الكافي في السيزون دوت. فانا شايف ان بيراميدز يعني هتبقى منافسه مثلا شويه كده مش زي قوه السيزون اللي فات. نختم مع الاهلي عشان الاهلي عندي كلام كتير عليه. ماتش الزمالك والمقاولين النهارده شفنا المقاولين نزل قفل صح، قفل كله بس وقف الوقفه الصح. ما استحوذش على الكوره لما الاستحواذ للزمالك خد الاستحواذ. الزمالك ما شاطش غير شوطه واحده طول 90 دقيقه، شوطه واحده بس على الجون. المقاولين شاط شوطه واحده على الجون. ايوه هو اللي طلع من الزمالك الماتش ده الصراحه هو الوينج الشمال بتاع الجديد اللي هو افينا ده ولا الفينا البرازيلي. وده الصراحه الواد ده اللي يتبان عليه يعني يتبان عليه الواد ده كويس. في الولد الافريقي شيكو بنزا ادوارد استبعده او فيريرا استبعده علشان كان معترض على تغيير
تبديله يعني في الماتش اللي فات. نجم فريق خلاص. فانا شايف انه فيريرا والناس المدرب دوت يعني اللي جاي مع الزمالك هو جاي يبني، جاي يعمل حاجه مع الزمالك، مش جاي انا عندي لعيب بقى انا هو دوت بقى هركبه على الفرقة. السوبر ستار. لا انا جاي يا باشا، انا عندي 1 2 هتقول لي 1 3 هقول لك لا مع السلامه. فاهم يعني الموضوع ده ما كناش بنشوفه أيوة. مع الزمالك بقالنا سنين وسنين. في نظام يعني الزمالك ما كانش فيه النظام دوت. فانت شايف مدرب شخصيه كبيره، شخصيه محترمه، اي نعم جايب صفقات مش بالقدر الكافي، مش اللعيبه اللي واو مع عنه الزمالك، في الاخر يعني. بس ممكن مع المدرب دوت بالتوليفه ديت الزمالك يعمل حاجه في السيزون ده. اعتقد هيعمل ايه، لسه في الاول هو جاب 4 نقط من الماتشين، مش وحش يعني. هو مش وحش، اللعيبه ديت حرفيا لسه جديده موضوع. ممكن تاني ماتش اللعيبه ديت يلعبوا مع بعض. يعني ممكن الزمالك بيغير وينجاته، بيلعب عضاي الدباخ وادم كايد. بس عضاي الدباخ اعتقد هو هيكون المهاجم، ناصر منسي هيبقى الاساسي اعتقد يعني. هو دلوقتي بيجرب يعني. هو المره اللي فاتت لعب بالجزيري، ناصر منسي، مش عارف عايز عضاي الدباخ لما نزل المره اللي فاتت كمهاجم، النهارده بيلعب كوينجر. فانت عمال تبدل ناصر ماهر النهارده لعب كوينجر برضو. فانت عمال تعمل السويتشات. فانت ايه لحد دلوقتي هو عمال يجرب. فالزمالك هياخدوا على بعض، هيلعبوا مع بعض السيزون دوت. هم هينافسوا منافسه كويسه، ممكن اي نعم ما يوصلوش في الاخر ان هم يوصلوا الدوري، هيبقى عندهم دروبات. بس انا شايف انه الزمالك بيبني صح للسيزون الجاي، مش السيزون ده. السيزون الجاي ممكن الزمالك يدعم، يشوف ايه النواقص اللي هي عايزاه، يخلص الحاجات اللي عنده، لو عنده قضايا، عنده افريقيا، عنده. بس هو لو كملوا توب فور السنه دي هيبقى كويس جدا بالصفقات، بالمستوى، بالفرق الثانيه اللي بتعمله. لا في سكوادات كتير احسن من الزمالك دلوقتي. بس هو ان هو يوصل توب فور السنه دي هيبقى اعتقد حاجه كويسه. هو الصراحه انا الزمالك شايفه كمان ممكن يلعب السنه دي دوري ابطال افريقيا، ممكن يوصل لتاني. بس يركز بقى في دي مشكله. هو بقى لو عنده اللعيبه وقادروا يكملوا مع بعض وكده. بس يظل ان انا عندي يعني شايف ان الزمالك بيتاثر بعبد الله السعيد. هو النهارده عبد الله السعيد لو مش في يومه فبتلاقي الزمالك ايه باش لعيب سوبر ستار يا باشا. فلازم بقى تعدي مرحله عبد الله السعيد. عبد الله السعيد مش هيديك غير السنه دي، ده قدامك السنه دي كلها. السنه الجايه هتلاقي عبد الله السعيد اي نعم مجدد لك سنتين، بس هتلاقي عبد الله السعيد خلاص حكم السن، هتلاقي عبد الله السعيد شكرا. بتخسر اهم لاعب عندك، مش سيف الجزيري مش في مستواه، ناصر منسي ماتش وماتش، مش ما فيش ثبات في المستوى. اي نعم هو استعد كله لسه. فانت بتتكلم ان الزمالك لو كمل مع بعض بالتوليفه ديت يانك فيريرا ماشيه معاهم، هتلاقي ان الصراحه الزمالك ممكن يوصل على الاقل ممكن مركز ثاني او ثالث كمان. فانا شايف ان الزمالك لعب حلو، لعب كويس. الماتش اللي فات الماتش الاول بتاع سيراميكا لعب حلو قوي قدام علي ماهر. أيوة. علي ماهر مدرب مش سهل لنهائي، لعب ماتش حلو النهارده. معلش قدام المقاولين المساحات الحاجات دي بتخنق الاهلي والزمالك. ونزل مقفل اقول لك يعني الحاجات دي بتخنق الاهلي والزمالك، ما بيعرفوش يلعبوا فيها. فاعتقد بعد كده هتلاقي الزمالك بيتطور واحده. بس لما يتعود بقى. بس انا قصدي اعجابي الصراحه بيانك فيريرا والتكتيكات اللي بيعملها وكل حاجه حلوه بما يرضي الله اهو يعني. بس بما يرضي الله. نيجي بقى ايه للاهلي. بص يا باشا، الاهلي عنده كوارث دفاعيه. كوارث بس كوارث ده راحوا ب 7000 كوره بس. كوارث دفاعيه. الاهلي لو مش هتلعب بديانج هتخسر، مش هتلعب بديانج مش هتنافس، مش هتلعب بديانج مش هتوصل لحاجه، مش هتلعب بديانج انسى. ديانج في ارضيه الملعب بيدير الكوارث دي كلها. لا بس ديانج لعيب ما تلاقوش اصلا في افريقيا عموما. يعني الكتله الجسمانيه بان هو بيعرف يلعب كوره على الارض، كورته حلوه، صعب تلاقي الكومبو ده اصلا في لعيب افريقي في دلوقتي يعني. هجوميا ودفاعيا. يعني انت مش بتتكلم مثلا ديانج مثلا، يعني مروان عطيه هو جامد قوي في الدفاع بس في الهجوم على قده خالص. لا مفيش، لا ما عندوش هجوم. الباص جوده الباص عند مروان عطيه ضعيفه قوي 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 بالمقارنه بديانج. ديانج ليفل اعلى بكتير. ديانج ياخد الكوره تحت ضغط بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. على راي اللي قال عليه هو بثلاث رئات. لا جامد. بيفتح سبرنت، بيجيب اي لاعب اي هجمه مرتده يغطيها. الصراحه ديانج مغطي على 90% من الكوارث الدفاعيه.
90%. مفيش اصلا دفاع لحد دلوقتي لسه. ديانج طلع 3-0. ديانج طلع جابوا جون، سانتارو كانوا هيجيبوا الجون الثاني لو شوبير طلع الكوره. فتخيل ان لو شوبير ما كانش طلع الكوره ديت النتيجه بقت 3-2. اصلا شوبير بيديهم الجون الاولاني يعني. يا عم ده انا الجون اللي ده جون مستفز قوي، جون مستفز قوي يعني. بدايه الكوره اخدها شاطها جت في العارضه، الكوره ايه في ايه خد الكوره راحت رجعت عمال يرقص ويعدي ويعمل الكوره. هو مش عارف يعمل يعني، هو المهاجم بتاع هو بيشلح ما عرفش يعمل حاجه، هو عمل اي حاجه. لقينا محمد هاني بيعمل ايه ده انت قدمت ماتش كبير قوي بس ايه ده ليه الكوره جايه لك ليه بتعملها بتلصق؟ عايز تعمل ايه؟ ما تطفشها برجلك، استلمها يا عم، الكوره سهله، محدش ضغط عليك، كورنر يا عم، محدش ضغط عليك، الكوره قلشت يا عم منك وزي الفل وتمام وقشطه، الكوره طلع كورنر. ايه يا شوبير ده؟ مش كورنر، لا حرام، يستاهلوا جون. ليه؟ يستاهلوا سيبها تطلع. انا نعم مش انت اكيد مش قاصد ان هي تزحلق منك، بس عادي يا عم، انت شايف ان المدافعين متدربكين والدنيا لايصه، خلاص سيبها تطلع. ودوت ناتج ان شوبير ما كانش اساسي في فترات كتيره، ما عندوش حساسيه الماتشات، لسه بيلعب تاني ماتش. فانا يعني مش عايز احمل شوبير الغلطه كامله، ومش عايز احمل الاهلي غلطه، بس الاهلي عنده كوارث في الدفاع. الاهلي لو ما عرفش الموضوع دوت بسرعه، ما عرفش قبل ما يجي يناير. الماتشات الكبيره بقى هيزعل قوي. لو ما جيش يناير وانت على الاقل مخلص 2 مدافعين سوبر، فانت ما خلاص شكرا انسى. لا دوري بقى ولا دوري ابطال افريقيا ولا كاس ولا اي حاجه، شكرا مع احترامي يعني. بس الاهلي هجوميا هو حكايه في لعبه كفايه اللعبه لوحدها اصلا يعني حكايه. بس هتيجي دفاعيا تعمل ايه هجوم من غير دفاع؟ لا مفيش يا باشا. يعمل ايه هجوم من غير نص ملعب حلو؟ بس انت نص ملعبك ايه؟ معلش انت الماتش اللي فات رحت لعبت لي بن رمضان، قفشه، ديانج، حلو. قفشه شكرا روح بقى شوف لك بقى بتروجيت بقى، طلائع الجيش، سيراميكا، اهلي كفايه. بجد انا بحبك قوي وعمري ما انسى لك الجون بتاع 2020، بس مش هنقول 2025 ولا 2026 بنتكلم على جون 2020 خلاص. يعني احنا مش قاعدين 6 سنين قاعدين في الاهلي علشان جون 2020. خلاص كفايه قفشه. لما عملت تبديلات طلعت ديانج، نزلت مين؟ كوكا. هل كوكا بقوه ديانج؟ خالص، ولا ربع ديانج، ولا طمن ديانج، ولا هيضغط، ولا هيطلع لك كواليتي الباص، ولا هيعمل كل حاجه. احمد رضا اتصاب. احمد رضا كان برضو ديفندر كويس ومش عارف ايه، بس مش بقوه ديانج ومش بقوه مروان عطيه. يعني هو مش بقوه، يعني هو اقل من مروان عطيه كمان. فانت لما هو كنت بتلعبه اساسي الماتش اللي فات بتاع مودرن فيوتشر، وشفت انه كان في كوارث دفاعيه، بقى كسبان 1 بترجع 2-1 وانت بتدور على النتيجه، انت بترجع النتيجه بعد ما كنت كسبان. فانا شايف ان ديانج طول ما هو في الملعب طول ما هيساوي مكسب للاهلي. ما بالك لو اتصاب بقى؟ سيبك من اتصاب، انت هو في كارثه اكبر. الكارثه لو هو فت وقال على دكه البودله، فدي كارثه اكتر من ان هو مصاب. حاجه تبع المدرب بقى دي. يعني هو مصاب فانت غصب عنك، انت بقى ايه بتحاول تعالج الامور، انما بالك هو بقى فت وقاعد على الدكه. علامه استفهام كبيره. ديانج الصراحه ما يقعدش، قفشه ما يلعبش. يعني انا شايف كواليتي والله العظيم اللعيبه ديت كتير قوي عايزه تمشي، لازم تمشي. حسين الشحات، قفشه، الشناوي برضو يعني خلاص برضو يعني اخر سنينك راح نشوف لك عقد في الخليج. لعيبه لازم تتفور، لازم تمشي برضو الدفاع. اشرف داري مش على قد المستوى، لازم تجيب 2 دفاع سوبر. لازم توجه لعيبتك تبني خطه بديله في الماتش، علشان خطتك بقت مقفوشه. يعني الخطه بقت مقفوشه، انك انت بتخش تلعب بوست، عايز تجيب الفرقه تجيبها، تقوم داخل على الوينجات تلعب. مشيت معاك قدام طلائع الجيش، قدام فاركو،
لان فاركو ما بيتعلمش، لانك انت لعبته اخر ماتش في الدوري كسبته 5 وبنفس الخطه بنفس اللعيبه زياده عليهم زيزو وانت دخلت كسبت 4. ففاركو ما بيتعلمش. شفت فيوتشر قفل عليك، قفل وينجاتك، شكرا الواد ده شكرا. بن شرقي ما يقعدش هو كمان. بن شرقي عمل ماتش كواليتي مش طبيعي، ماتش جامد قوي من بن شرقي. ماتش بص راح ورقص وروح، اضافه كواليتي بيلعب. كواليتي مش موجوده في الدوري بتاعك يا باشا. احسن حاجه في بن شرقي بيعرف يلعب في المساحات الضيقه. مفيش لاعب في الدوري المصري بيلعب في المساحات الضيقه. مفيش مع المهاره مش عارف ايه. تريزيجيه ما بيعرفش يلعب في مساحات ضيقه، لازم مساحات واسعه. ما بيعرفش يلعب في مساحات ضيقه. اول ما مساحات ضيقه يجي 2 3 خلاص الكره اتقطعت. بن شرقي مش كده. بن شرقي هيجي لي 5 انا هعرف اباص الكوره، حافظ على الكوره، هعرف اباص الكوره وهعمل بيها حل. بنشوف في الجون الثاني الثالث بتاع زيزو، هو اخذ الكوره حرفيا رقص بتاع 3 4 طلعهم من الكوره، عمل عرضيه كده على طول. مين كان بيعمل الكلام ده؟ مفيش حد. ده محمد صبحي بقى. فانا شايف ان بن شرقي لازم يبقى اساسي. هو كمان لازم تثبت على الاقل الهجوم اللي انت كنت بتلعب بيه. زيزو، تريزيجيه، بن شرقي، محمد شريف او جراديشار. الهجوم دوت اساسي معاك ومعاهم ديانج. بعد كده نشوف انت بقى الباقي دوت اي حاجه، لان هم كده في الاخر الباقي دول مستواهم قريب من بعض ما عدا امام عاشور لما يرجع. يعني امام عاشور لما يرجع من الاصابه هيبقى ركيزه اساسيه. هيرجع الاسبوع الجاي كده ولا او لسه ما هيرجع على اول 9. فانا شايف ان الاهلي لازم يعالج الموضوع ده بسرعه. لازم يشوف ديانج ما بيلعبش ليه، لازم ديانج يلعب. اخر حاجه بس، هو ايه الطرد المضحك ده؟ لا يعني طب طرد ليه؟ بالله عليك يعني احنا في الدقيقه 90 كسبانين 4-1 تغيير محمد هاني. شرط الكابتن محمد هاني ما راحش اداها للي هو مش ما اعرفش مين كان هيستلم الشاره، راح ده كريم فؤاد. هو يعني هو حتى ما وصلهاش للكابتن. هو اقرب واحد بيقول له اطلع من هنا، فهو بيقول له انا هدي شرط الكابتن وهديها له. ده كريم فؤاد، وكريم فؤاد هتلاقيه طلع يجري يديها مش عارف لمين، مش فاكر والله مين، طلع على الخط الثاني عشان يتبدل. هناك دوت بيديله انذار في تضييع وقت. فين وانت كاسب 4-1 يا راجل؟ ده ما فيش لعيب من فاركو طلع يجري على الحكم يقول له ايه ده؟ لعيب طلع يقول للحكم ايه ده؟ بس هو غريب، حتى لعيب اداره الاهلي برضه هتنزل عقوبه على محمد هاني، فاكيد في حاجه في الموضوع. ما فيش حاجه في الموضوع. اصل هو طلع قال لك امبارح بالليل بعد الماتش ما خلص، قال لك اصل هو طلع شتمني او قال الفاظ خارجه. طب هو قال الفاظ خارجه، الالفاظ الخارجه ديت لو هتعدي على الحكم بينظروا ولا طرد مباشر؟ لا طرد مباشر. هو تلاقي بقى لسه بقى اديله كارت نعم بقى هتلاقي شتيمه خفيفه قالوا الطعم مثلا بتشوف. طلع النهارده قال لك اصله دوت متعمد يضيع وقت وانا ما بسمعش تضييع الوقت. طب ما بسمعش تضييع الوقت تقوم مديله انذار في طرد في الدقيقه 90 91 كمان، يعني الدقيقه 91 وفرق 3 اجوان. فايه يعني التحكيم المصري من سيء لأسوأ. وبعد كده يجي الزمالك ولا يجي بيراميدز ولا يجي اي مع واحد يقول لك هو الاهلي خايف يلعب ليه بالحكام المصريين، هو الاهلي ما كانش عايز يلعب القمه اللي فاتت، هو الاهلي ليه التحكيم المصري. اهو التحكيم المصري مع احترامي كلكم بتشتكوا من التحكيم المصري، محدش ما بيشتكيش من التحكيم المصري. فانا ليه يا باشا اتعب نفسي واخاطب الاتحاد واقول له عايز لعيبه حكام اجانب؟ حقي بالظبط، عشان لما يحصل على مدار الموسم حاجه كده يبقى الاهلي ده حقه. اجيب حكام اجانب بقى، اعمل اي حاجه، لان التحكيم المصري زي ما انت شايف نقطه وشكرا يعني. لان هو دوت الصراحه مش هتكلم اكتر من كده على محمد معروف، لانه محمد معروف دوت والله العظيم حكم بيشتغل من الاهلي والزمالك قسما بالله. الاهلي يقول دوت مش عارف بيعمل لدوت ودوت يقول دوت، نقطه على التحكيم المصري. وبس كده ان شاء الله. لو يوسف صور لنا لقطات من ماتش الزمالك هنبقى نحطها لكم كده في ساعه ماتش الزمالك. وهو دوت كان مناقشتنا على الجوله الثانيه او الاسبوع الثاني من الدوري المصري. ان شاء الله بكره حلقه القعده الاوروبيه هيبقى فيها مفاجاه عن جوائز الفانتازي، عن كود الدوري، عشان احنا نسينا نحطه الماتش اللي فات. هنحط الكود الدوري، هنحط الجوائز هنعلن عليها.
في حلقه ناريه بكره على اللي بيحصل في الدوري الانجليزي دوت كمان. استنونا بكره ان شاء الله. ما تنسوش تحطوا لنا لايك، سبسكرايب، تشيروا الفيديو دوت مع صحابكم، واستنونا بكره. سلام.